العيال محسسني ان انا مجوعاهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. المطبخ بعافيتين شويتين، فهنلم الدنيا ونهندل الدنيا، وكمان عندنا عزومه حلو كده. الصبح قاموا من النوم، بس الاول قبل ما نروح للصبح ونروح صحينا من النوم قلنا ايه؟ نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا شفيع يا رسول الله. وكمان ندعي لاختي بالرحمه والمغفره، ربنا يرحمك يا اختي ويغفر لك وينور لك قبرك ويسكنك الفردوس الاعلى ويطعمك من ثمار الجنه على قد طيبتك وعفويتك في الدنيا، اللهم امين، وعلى قد صبرك على كل حاجه في حياتك. قول اللهم امين. وكمان ندعي لابويا بالرحمه وجميع موتاكم وموتانا، اللهم امين، يسكنهم الفردوس الاعلى. لو انتوا تعرفوا ان المطبخ ده من اسهل حاجه في الدنيا. انا مفرش سرير كده بيبقى هم على قلبي وانا رايحه افرشه، لكن امسك مطبخ فيه يعني كميه مواعين وتسييق وتنظيف اعمله عادي على قلبي زي العسل. ليه بقى؟ انت اول ما هتلمي المواعين تحطيهم على الحوض وتشيلي الفضلات والحاجات اللي في الباسكت اللي عايزه تتحط في الباسكت، خلص المطبخ. تصدقي بقى؟ ايوه، ما هو انت هتقفي على الحوض بقى هتاخدي ثواب وهتصلي على الرسول وتستغفري حاجات كتير. عندنا مواعين كتير النهارده، انا مش هكدب عليكم، مش هغسلها دلوقتي. انا هلم دنيتي وانضف مطبخي وتبقى العين شايفه حاجه حلوه كده، وبعد كده هبقى اغسل براحتي بقى. اللي يغسلهم. المهم ان احنا نكون شايفين كل حاجه برؤيه حلوه وواضحه. نصلي بقى على الرسول تاني ونحط لايك ونعمل شير ونكتب كومنت حلو. وولادي بيقولوا لي: هو ما عندناش عزومه قريب كده ولا حاجه؟ محسسيني ان انا ما بعملش اكل. اتاري بقى يا قلب امهم طلع مش هدفهم الاكل خالص. العيال طلعوا مظلومين. يعني اول ما كريم صحي كده وشافني بقى: يا ماما انت فهمتينا غلط خالص. ما علينا. بقالي مده حاسه ان انا نفسي اجيب طقم حلال المونيا، فكنت بجيب شويه حاجات من الشقه اللي فيها بقيت حاجتي يعني. فلقيت لكم الحله دي، وهي واتنين تلاتة كمان. الحلل دي بتاعت فرحي، يعني بقالها تقريبا 25 سنة. اي حاجة بتاعتي وانا متجوزة جديد عروسة موجودة دلوقتي، زمان ما كانتش بيهمني، دلوقتي بحبها قوي وبحافظ عليها ومش قادرة افرط فيها. زي الحلل، زي اطباق صيني مثلا معينة، زي طقم كوبايات معين. كل حاجة من الحاجات دي كان ليها ذكرى معايا وانا بنت، وانا بشتريها انا وامي، ربنا يديها الصحة يا رب. وكمان في حاجات مع ابويا ربنا يرحمه، فليها ذكرى وليها ريحة. فرحت جايبه الحله دي، نديها بقى غسله متينه مره واتنين وتلاته. الالمونيا بالنسبه لي لو ما خدش الرغوه بتاعتها لونها يغمق كده بحس ان هي ما نطفتش. يعني لازم احس. لا يا جماعه، الاكل في الالمونيا وغسيل الالمونيا وشكل الالمونيا والاحساس ده، الميه في الكوبايه الالمونيا تختلف. طب مين يتفق معايا على كده ومين لا؟ المهم، هنغسل بقى الحله بتاعتنا وناخد فيها نصها ميه ونروح نحطها على النار. وولادي بقى كان كل هدفهم من الموضوع ان احنا يبقى عندنا ناس زي زمان. يا ماما فين السهره الحلوه؟ يا ماما اللقمه اللي بالجبن. ولادي بيقولوا كلامي اللي كنت بقوله لخالتي زمان: يا خالته انا عايز اكل معاكي سندوتش جبنه. قبل القناه وقبل الكلام ده كله ما كانش هدفي ان انا عايزه اكل جبنه، لا، انا عايزه اوصل لها ان لقمه الجبنه معاها تختلف. النهارده لقيت ولادي بيقولوا نفس الكلمه: يا ماما سندوتش الجبنه بتاع بالليل مع خالتي ومع تيتا ومع ايه ده؟ ايه ده يا ولاد؟ انتوا بجد يعني انتوا هيجوا عليكم يوم وتحسوا نفس احساسنا؟ وهكذا. هاتي بصلك يا اختي وتعالي معايا على الحوض، قشري لك حوالي كيلو بصل. ايوه، ما تستخسريش، يعني جت على البصل ما تدوقيش. طبعا انتوا سامعين الزمامير، احنا قدام المطعم. ايوه قدام نعمل مونتاج في المطعم. هنغسل البصل وبعد كده هنروح نفرمه في الكبه. دول حوالي ايه؟ نص كيلو بصل. يعني كتري وبلاش تستخسري. اتاري يا ولاد اللي امي كانت بتقولهولي زمان، لما كانت بتقولي اضحكي قبل ما الضحك يغلى، ولما كانت بتقولي كلي اللي نفسك فيه قبل ما يجي عليكي يوم ما تقدريش تاكلي، ولما كان ابويا بيقولي كلي واشبعي عشان تقولي ولا يوم من طبلية ابوكي. كنا زمان بنتريق على الكلام ده ونقول ايه الناس اللي دماغها كبرت دي. اتاري اولادنا هيحسوا نفس الاحساس وهيسمعوا نفس الكلام. وتقريبا كده كل جيل بيسلم اخوه. يلا هناخد تلات ارباع البصل في الحله والربع في الطبق البلاستيك. طبعا كده يعني ايه الرؤيه بدات توضح قدامنا. انا هنا حبه البصل او البصلتين اللي انا خدتهم دول هنعمهم، عايزاهم ناعمين، فهنعمهم وهفضيهم في الطبق وهحط عليهم شويه ملح عشان ايه ما يريحوش معايا، وهركنهم لان انا مش هستخدمهم دلوقتي خالص. انا محتاجه البصل الاكتر، فقلت بدل ما اغسل الكبه وارجع اعمل فيها تاني خليني افرمهم مره واحده وخلاص. ايوه، حبه ملح عليهم كده مش هيحصل لهم اي حاجه. هنا اخدت نص كوبايه زيت على البصل اللي هو مثلا حوالي 4 5 بصلات كبار.
وهاخد عليهم نص كوبايه زيت، وهقطع فيهم بقى فلفل اخضر كتير بقى، بارد حراق، المهم كتري وبلاش تستخسري. اديني 3 4 قرون فلفل بارد على سبايسي كله على بعضه، وخراطيم، وبلاش فلفل. بص، هو انا مش بفضل الفلفل الرومي، فدايما هتلاقوني بقول لكم هاتوا فلفل بلدي. بتحبي الفلفل الرومي اشتغلي بيه ولا يهمك. قطعي يا اختي كل الكميه اللي انت شايفاها دي، وبعدين نرجع مع بعض تاني. هو واحد بس اللي سبته منهم، لقيته ايه محتاج او شكله ينفع يتحشي، فسبته عشان ابقى احشيه. هشوح بقى البصل لحد ما يبدأ يدبل معايا ويدخل على الاصفرار شويه. هنزل عليها بقى اول ما يبدأ يصفر معايا او يدبل معايا، هنزل عليهم بمعلقتين 3 صلصه وكيس طماطم من الفريزر. هنسيب بقى الصلصه تتسبك، وهنا كانت الميه غليت. يلا بينا نشوف هنعمل فيها ايه. انا بقى قلت يلا كله يبقى في الحله الالومنيا، حبه ملح على الميه، وعندنا الكرنبايه اللي كنا جايبينها من السوق مع بعض، قورتها كده من النص. وهفككها ازاي؟ هلف الكرنبايه في الميه السخنه، وبعد كده اطلعها على صينيه او في الحوض، هتتفكك معايا وهتبقى زي الفل من غير ما ورقها يتهري ولا يتقطع. مش عايز تعملي الحركه دي، افتحي عليها ميه السخان في الحوض، هتتفكك برده منك. المهم ان هي هتفكيها بالميه السخنه، وبعد كده نرجع نسلقها. يعني فاهمين قصدي؟ هي طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله حجمها كبير، فما عنديش حله تاخدها كلها، فلازم افكك حتى اول 5 6 ورقات من بره بس كده. وبعد كده نرجع نسلق ايه بقى الورق حبه حبه، كل حبه ورق كده فوق بعضه على قد ما الحله تاخد هنسلقها. يا رب. الله يديك الصحه يا امي. عندي بقى الكيلو ونص كوسه ده كنت جايباه معايا من السوق، قلت لو سبته وسافرت هاجي الاقيه دبلان ومش هينفع حاجه. انا كنت اخدت منه للشوربه بتاعت امبارح، فقلت يا بت اقوريهم واحشيهم بالمره معاكي. يلا خفي ايدك على الكوسايه عشان ما تطرشقش منك، وكمان خدي مقاس طول الكوسه عشان المقوار ما يتعديش منك من الناحيه التانية. وبس، والتقوير سهل، مفيش اسهل من كده. زي الفل. هخلص بقى تقوير وهخلص سلق الكرنب، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. انا مش بسلق الكرنب قوي صيف شتاء، مش بسلقه قوي لانه هو ما بيتحط فوق بعضه فبيبقى سخن، فالسخونيه دي بتكمل سواه. انا مش بحبه مهري، لو انتي سويتيه قوي وحطيتيه فوق بعضه واخد السخونيه من بعضه هيتهري، مش هيسخن. اما انا رحت مشوار دلوقتي، بقيت اقول انا اسفه لنفسي، يا رب انا اسفه لنفسي، اتزنقت في وسط البلد زنقه الكلاب. المهم يا اولاد ان هو مشوار مش مفيد ومش محتاجاه ضروري يعني، بس عادي عادي، كلنا ساعات بنقع في اخطاء عادي، اختكم برضو. يا رب. طبعا بتقولوا البت سمر راحت فين، انا قاعده بتفرج معاكم عادي. يا جبار. وادي الصلصه بتاعتي اتسبكت وتحفه وريحتها تحفه. حطيت بقى كزبره وبابريكا وفلفل اسود وكمون وبهارات محشي وملح، كل وسبع بهارات، كل الحاجات الحلوه دي في طبق واحد، ونزلت بيهم على الصلصه. وهنديها التقليبه التمام. عندي ميكس من الخضار متقطع، وهحط عليه بصلايه صغيره وكمان حبه فلفل اسود صغيرين، وهقلب كل الكلام ده ببعضه. بص بصلايه صغيره خالص نيه، وحبه فلفل اسود صغيرين خالص لان انا حطيت التوابل بتاعتي. وهقلب بقى الميكس ده كله ببعضه، وهنزل عليه بكميه الرز المناسبه للخلطه بتاعتك، وقلبي بقى وشمي الريحه. انا اعشق الريحه دي والوقت ده قبل ما احط الصلصه. الصلصه بقى هتخليه في حته تانية خالص. بصوا النهارده الموضوع كان يختلف. بعمل عزومه لاولادي بقى، فاهمين انتوا؟ انا مسافره الصبح وقلت لهم عينيا اعمل لكم احلى عزومه، وتاري قلب امهم فهموني وفهمتهم غلط خالص. مفيش حاجه بتفضل على حالها يا ولاد والله.
والله ما في حاجه بتفضل على حالها. استمتعوا باي وقت انتوا عايشينه، اي ضحكه تيجي قدامك اضحكيها، واي فرصه تجيلك تبقي سعيده ابقي سعيده، عشان يا عالم تلاقي السعاده تاني ولا لا. وزي ما انتوا شايفين الصلصه مع الرز مع الخضره حاجه لون وإدام وتوابل وكله مظبوط ولله الحمد، فتفتح النفس. العيش هيولع، العيش هيولع. ايوه كده. بس كده الخلطه بتاعتي خلصت، وزي ما انتوا كنتوا شايفين كده سلقنا وعملنا. يلا بينا نروح نقعد بقى في البلكونه، الجو تحفه. هقطع ورق الكرنب بتاعي، غسلت ال الكوسه وحطيتها تتصفى، وهبدا بقى احشي المحشي بتاعي كده. وزي ما قلت لكم ايه، القعده هنا تختلف عبال ما المواعين جوه تخلص والدنيا تخلص، نكون احنا كمان خلصنا حله المحشي بتاعتي. بصوا انا داخله المطبخ. هو في ايه يا حاج؟ هو في ايه يابا؟ هو في ايه؟ انا داخله المطبخ الساعه واحدة، يعني انا صاحيه مثلا قبل ما شربت قهوتي وكام حاجه عملتها، داخله المطبخ واحده واحده ونص والله العظيم. الساعه 3 كنت مخلصه محشي، لف المحشي وقاعده. وقالوا لي هو في ايه؟ قالوا لي لسه بدري، احنا نازلين وما تسويش المحشي دلوقتي عشان عايزين ناكله سخن. ايه رايكم بقى؟ الساعة 3 كنت مخلصة كل حاجة وحاشية ومخلصة، وهحط الفراخ واطلع من المطبخ. هنا بقى زي ما انتم شايفين البصلتين اللي انا كنت سايباهم عليهم شوية ملح، عصرت عليهم ليمونة وحبة فلفل اسود. ودي الوراك اللي انا كنت جايباها معاكم يوم ما كنا بنتسوق للبيت. كل حاجة في التلاجة بتنفع، مفيش حاجة ما بتنفعش. هتبلها بقى تحت الجلد كده، ما رضيتش اشويها. عارفين انتوا حاسين عايزين تاكلوا اكله ايه؟ بريحه زمان، بحله زمان، واكل زمان، وطريقه امك زمان. هو في ايه؟ هو انا حاسه ان انا هنفجر ولا في إيه؟ حد حاسس اللي انا حاساه؟ في اصوات غريبه. يلا ما علينا. هنا المحشي خلص، حطينا عليه معلقه السمنه البلدي بتاعته. وكمان انا عامله ماده دهنيه ضاني بالمرطه في برطمان كده، بعمل منها شوربه كدابه. ايه ده يا سمر؟ ازاي يعني؟ كان عندي عصاره الخروف اللي كنت شوياه، الدهون بتاعته حطيتها في برطمان، وحطيت عليها نص كيلو من المرطه، وعاملاه للمحشي. بس فظيع، بيودي المحشي في حته 13 عشان تبقوا فاهمين. و هنا بقى انا حاطه ميه، حاطه فيها حبهان، الحبهان الاخضر ده تحفه، وحاطه فيها مستكه، وهنزل فيها بفلفل وليمون وطماطم وبصل والوراك، وبس كده. وهنسيبها تستوي على نار هاديه. اقسم لك بالله هتحلفي ان هي شوربه فراخ بلدي. بس كده مع غليان الميه هننزل بالفراخ واول ما بعد ما تغلي اول غلوه هنهدي عليها النار ونسيبها تتسلق على نار هاديه. عموما اللحوم كلها بالطيور والفراخ والبط واللحمه كل حاجه سويها على نار هاديه، تاخدي منها تيست وشوربه تحفه. بس كده. على العين التانية بتغلي الشوربه الكدابه اللي انا قلت لكم بعملها بالتيست الضاني والمرطه البلدي. يعني حاجه كده في قلبك، حبه فلفل اسود وملح بقى، وسيب الشوربه تعيش حياتها، ملناش دعوه بيها خالص. نيجي بقى هنا، وزي ما قلت لكم عملت حبه شوربه حلوين. حتى الشوربه كدابه يا سمر، حتى الشوربه كدابه زي بعض. هحط بقى على الكوسه، اخترت اني اعمل الكوسه في الفرن تبقى حلوه وناشفه. وطالما معهاش بتنجان ولا حاجه، قلت ايه مش هولع عليها النار، بتبقى طريه. يعني عارفين انا بحب الكوسه في الفرن اكتر. وهنا بقى عايزه اقول لك ان انت عايز تاكلي محشي مظبوط على الشعره، ما تغطيش المحشي بالميه، بالذات الكرنب. خلي الميه بتاعته اول صباع نصها من تحت، يعني اول سطره فوق الميه مغطيه نص الصباع اللي تحت بس. الكوسه بقى غطيها بالميه ودخليها الفرن وبس كده. وحتى الشوربه اللي هتفضل معايا عايزه اقول لكم هعمل بيها حاجه كمان. يعني الشوربه الكدابه اللي فضلت دي انا حاطه فيها حبهان ومستكه والخلطه اللي قلت لكم عليها. وبس كده. عملت كمان حبة رز عشان عندي كريم ملوش في المحشي قوي، بالشعرية كده تحفة. كنا مفتقدين الشعرية عشان كانت خلصانة.
يلا بينا نحط بقى حبة الشوربة اللي فضلوا معانا عشان نعمل بيهم. استنى قبل ما نروح للشوربة تعالى نشوف المحشي. يا خرابي على الجمال. تعالى اسمعكوا الصوت هنا. وزي ما سمعتوا الصوت، صوت كده التكتكه دي تخليكي عايزه تتفضي المحشي وتاكليه. هنا حطيت الشوربه على النار وهعمل فيها كيس ملوخيه او حبه ملوخيه حلوين طالما في رز بالشعريه عشان اللي ما بيحبش المحشي قوي. وعموما يعني حاسين ان احنا نفسنا ناكل ملوخيه. كانت فوق الممتازه بشويه. هنديها فكه كده، واول ما تبدا تغلي من الجوانب هنرفعها ونعمل لها الطشه. عباره عن سمنه بلدي وثوم بلدي مفروم ومحطوط في الفريزر وعليه الكزبره الناشفه. نشيل بس الرغوه اللي على الوش دي وبس كده. زي ما قلت لكم اول ما تبدا ترفع كده من الجوانب تديها تقليبه محترمه وتقلبيها بالمغرفه ايوه لفوق كده كام حاجه تعملي لها عرق وترفعيها من على النار. الملوخيه ما بتطبخش زي باقي الخضار، ما بتاخدش غليان كتير وما بتستويش كتير. يلا بينا بقى نسمع صوت الطش. يلا حبه الكزبره وطش بقى الملوخيه. بس هنا حطيت معلقه سمنه بلدي على حبه زيت وهحمر فيها الفراخ لان انا لسه مغيره زيت القلايه بصراحه. لو مش عايزه اطعمه باي حاجه دلوقتي يعني الزيت لسه بزهوته يعني لسه مغيره معاكم من يومين تقريبا. فخليني اني احمر الفراخ في طاسه خارجيه بحبه زيت وحته سمنه بلدي، هتكون كمان لونها افضل وتستها افضل. احلى حاجه بقى لما تظبطي ميعاد اكلك سواء على الغدا على طول. يعني عايزه اقول لكم انا لو كنت خلصت المحشي وولعت عليه وقتها ما كانش هيتاكل سخن بالطريقه دي، لكن انا سبته يبرد شويه. جبت لهم بقى الصينيه بتاعت سلطان حسين، مش عارفه مين السلطان حسين بس ماشي زي بعض، عشان احسسهم ان هي عزومه يا ولاد، انا لازم احسسهم بده. ويلا بينا نقلب حله المحشي واديله ادي بقى. القلبه دي يتقال عليها ايه؟ اديله ادي. بصوا شكل المحشي مرصوص رصه ولا يا ولا ولا يا ولا. يلا بينا ناخد الحله وعلى ايه. ابو كريم بيقول لي هو انت مسوياها هنا؟ قلت له لا والله، قال اصلها مرصوصه كده بالواحده. شكرا سيدي القاضي على الشكرا، على قصدي على يلا يلا الحمد لله. انتوا فاهميني انتوا فاهميني انا عارفه. يلا نشيل بقى قشر الكرنب اللي احنا كنا حاطينه في الارضيه ونقرب كده نشوف شكل الكرنب. الريحه تجنن. هنحط حواليه الكوسه وعملنا الملوخيه وعملنا الفراخ المحمره والرز بالشعريه وشوربه الفراخ. وبالهنا والشفا على قلوبهم وعلى قلوبكم جميعا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اتمنى يكون الفيديو بالنسبه لكم كان فيديو حلو. ممكن تكون الاكلات متكرره بس اديني بقضي معاكم اليوم. لو حد عايز فكرة فيديو جديدة وعنده فكرة عايز نعملها انا تحت امره طبعا. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي واشوفكم دايما في احسن خير. نسينا ندعي لطلاب الثانويه العامه في اول الفيديو، يلا ندعي لهم في اخر الفيديو. ربنا ينجحكم جميعا ويجبركم جبرا يتعجب له اهل السماء واهل الارض. قولوا اللهم امين. هخلص بقى غرف زي ما قلت لكم كل حاجه ملوخيه وشوربه وكفايه عليا رغي كده، تعبت. اشوفكم في فيديو جديد واروح انزل اشوف شغلي. باي باي.